وأوصافنا بالخير والعفو والإحسان والمنن، ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد بن عبد الله. يطل علينا صباح يوم جديد مليء بالسعادة والإشراق، ونبعث فيه من شرفات الأمل حبا وأملا. وخير ما نبدأ به يومنا هذا آيات من الذكر الحكيم تتلوها الطالبة صدرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. ونستريح في رياض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونقطف زهرة عاطرة من بستان النبوة، ومع الحديث الشريف والطالبة تلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ومع الدعاء والطالبة فردوس. اللهم بك أمسينا، اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. سكتش عن العلاقة بين المنطق واللغة مع الطالبات زينة محمود وملك أحمد. انت عارفة يا ملك ان في علاقة قوية بين المنطق واللغة؟ ازاي بقى في علاقة بينهم يا زينة؟ طبعا في علاقة قوية، احنا ما نقدرش نعبر عن افكارنا غير باللغة. صح، عندك حق، لان انا لو ساكتة ومش بتكلم انتي مش هتبقي عارفة بفكر في ايه. بالظبط كده، واحنا ما بنعرفش نخرج افكارنا غير عن طريق الكلمات والافكار والالفاظ. عندك حق، الفكر لغة غير منطوقة واللغة فكر منطوق كده. وكمان الفيلسوف سقراط تحدث حتى أراك. ومع فقرة الأسئلة والطالبة نورهان مصطفى. الفيلسوف إنسان محب للحكمة. تصنف هذه العبارة كقضية إيه؟ بسيطة، أنزل؟ بسيطة ولا مركبة ولا تحليلية ولا تكرارية؟ الفيلسوف إنسان محب للحكمة. بتصنف هذه القضية إيه؟ بسيطة ولا مركبة ولا تحليلية ولا تكرارية؟ بسيطة. صح. بسيطة. صح. حصلت الطالبة جميلة على الدولة التشجيعية. بيعد لفظ جميلة حد ايه؟ كلي ولا جمعي ولا جزئي ولا سالب؟ حصلت الطالبة جميلة على الدولة التشجيعية. بيعد لفظ جميلة حد ايه؟ جزئي. تحت إشراف قسم الفلسفة أستاذة أمينة مصطفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.